أهلا وسهلا في كل متابعيني في مطبخ الشرق. إن شاء الله جميعكم تكونوا بأحسن حال بأحسن ظروف. اليوم جبت لكم وصفة سهلة وسريعة التحضير وخبز من البيت، خبز السوري بطريقة سهلة وبطريقة مبتكرة وجدا جدا سهلة وما فيها أي تعقيد. يلا نشوف المقادير ونسويها سوا وإن شاء الله هيك تطلع معكم أحسن ما طلعت معي. بلزمني نص كيلو من الطحين منخول، معلقة خميرة فورية، معلقة بيكي باودر، معلقة سكر، رشة ملح، مي 200 ملي. طبعا المي ما بحطها كلها فرد دفعة، بحطها شوي شوي. هلا رح ضيف مواد الجافة، خميرة فورية، بيكي باودر، سكر، الملح، وبحركن تحريكة كويسة مع بعضن. هلا بضيف المي على دفعات. وطبعا كل طحين له مقادير مي، يعني حسب تكون المي شلون بتصير. يعني في طحين بياخد مي كتير، في طحين لا. المقدار اللي اعطيتكم اياه 200 ملي. هلا رح ادعكم هيك كويس مع بعضهم. يعني العجينة كل ما عجناها اكتر كل ما اعطتنا طريقة اكوس، نتيجة احلى. بتتراوح مدة العجن من 10 دقايق لربع ساعة. مثل ما قلت، كل ما عجناها بتعطي نتيجة اكوس. هلا رح اخليها تتخمر من مدة 45 دقيقة بمكان دافي. هلا خمرت عندي العجينه اصبحت جاهزه للتشكيل. شوفوا ما احلاها، شو قد طريه. هلا رح شكل العجينه واقطعها هيك قد بعضها كلياتها ل 100 جرام. كل قطعه بدها تكون 100 جرام، يعني كل رغيف وزنه 100 جرام. النص كيلو طحين طالع لي 9 قطع من الخبز. هلا رح رقهم على هالشكل وافتح العجينه بايدي وشوفوها قد ايه طريه. بعدها بنتها بشوبك وبرققها. لازم تكون العجينة الرغيف عندي يا رقيق ما يكون سميك. كل ما رققناها بتعطي نتيجة أكوس. وبنفضهم من الطحين هيك عشان ما يضل معلق عليهم. بحطهم على جنب. طبعا هلا بكون انا مجهزه الفرن. بده يكون الفرن يعني محامي قبل بربع ساعة من استخدامه. لازم يكون الفرن عنا يا حامي عشان دغري يتشكل عنا الخبز. بيصير سرق طهي. مثل ما قلت لكم انا محميه الفرن قبل بربع ساعة عشان بيعطي نتيجة أكوس. يعني ما بياخدوا معنا شي، تقريبا شي 7 دقايق بصيروا عندك جاهزات للتقديم. ما شاء الله. شوفوا كيف عبيالة الرغيف. طبعا دي يكون عندنا درجة الحرارة الفرن عالية، يعني على آخر عيار اللي له، يعني 200 درجة الحرارة. شوفوا كيف عبيالة الخبز. ما شاء الله. والروايح شي بشهي. ما شاء الله على هالمنظر، والروايح شي بشهي. بتمنى تجربوه وتعطوني رأيكم فيه، ولا تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد إن شاء الله. وفيكم كمان تخبزوه على الغاز كمان بيعطيكم نفس النتيجة. على المقلاية فيكم طويت التيفال فيكم تخبزوا عليها كمان بيطلع كمان نفس النتيجة. ما شاء الله. الله يطلعتهم من الفرن ما اخدوا معنا 7 دقايق. ما شاء الله ما شاء الله. الروايح شي بشهي. بتمنى تجربوه وتعطوني رأيكم فيه، ولا تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. هلا راح افتح الرغيف قدامكم تشوفوا ما شاء الله قد ايه طري، قديش الروايح لحالها ما شاء الله ما بقت تتقاوم. هلا راح اعمل قدامكم منقوش الزعتر عليهم وشي بشهي. فيكم كمان تعملوا عليه دبس فليفله اللي بدكم اياه. وفيكم تستخدموا الطحين الاسمر عوض الطحين الابيض. الاهل مريضين السكر مثلا اذا بدهم يخبزوا الخبز في البيت على ايدهم فيكم تستخدموا الطحين الاسمر كمان نفس النتيجه. ما شاء الله. بتمنى تعملوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. والف صحه وعافيه على قلبكم.
والله هيك كمان مثل ما قلت لكم طويت التيفال كمان عملت رغيف ما شاء الله نفس النتيجة، كمان هيك بيعطي نفس النتيجة.